السلام عليكم ورحمة الله حبايبي. اخواتي احلى اخوات في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة عاملة فيديو جديد وجايبه لكم الفراخ اللي احنا كنا عاملين فيديو لها قبل كده، وكنت موريها لكم. كان عمرهم اسبوعين، دلوقتي ما شاء الله عمرهم 15 يوم هم بالشكل ده وشايفينهم. غيرت نوع العلاقة بتاعتهم وبنروق لهم كل يوم وبننضف لهم الفرشة بتاعتهم. دي العلاقة الوسط اسمها نامي. بحطها لهم 15 يوم، وهغير لهم برضو الاكل بتاعهم ده. هما كده دلوقتي عندهم شهر بالشكل ده زي ما انتم شايفينهم. بقوا ما شاء الله حلوين، والوزن بتاعهم دلوقتي يجوا حوالي 2 كيلو في الوزن ده، ويمكن يعدوا كمان. ما شاء الله عليهم حلوين اهمت وزي الفل. يعني انت ممكن تجيبي 5 كده زي ما انا ما جايبه كده على قدك، وتربيهم في جنب كده عندك في بلكونه في مطبخ. حاجه بسيطه كده تقدري تعمليها، وان شاء الله يعني ادام في مراعيه وادام في اهتمام بيهم ان شاء الله ربنا يكرمك فيهم وكده. النهارده هنعمل بقى كفته العيد. دخل علينا العيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وامه محمد يا رب كلها طيبه، واخواتنا الفلسطينيين وربنا يرحم شهدائهم يا رب. النهارده هنعمل الكفته المشويه. عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي معلقتين 3 كده من الليا او الدهن، وبصلايه متوسطه، وقرن فلفل، وفصين 3 توم. هنضربهم في الكبه ننعمهم كويس، ونمسك النص كيلو اللحمه دي هي فيها نسبه دهون. وعندي البهارات بقى بابريكا وبهارات لحمه، بهارات كفته، وشويه كزبره وشويه توم باودر بصل باودر، وبنحطهم شويه الملح. دي بالنسب ده على حسب الكميه اللي انت بتعمليها، وبنعجنهم كويس. ممكن نحطهم في الكبه. السر بقى في ان نخلي الكفته معانا ما تفكش خالص من على السيخ لو احنا هنشويها على الفحم او في الفرن. احنا هنشويها النهارده في الفرن. بنعجنها كويس، وهم معلقتين النشا اللي بنحطهم عليهم، معلقتين مليانين كده من النشا. والبصلايه بتكون صغيره، احنا مش مصفيين البصلايه بالميه بتاعتها. اهم حاجه بس تكون عجنها كويس. وعندي عصيان الشيش طاووق، انا حطيتها في التلاجة تتشمع كده حوالي ساعة عشان ما تفكش معانا. وانتوا شايفين الخيط فيها، تحسوا ان فيها زي ما يكون خيط بيضة كده. عندي بقى مية بصل، او ممكن تعملها بمية عادية عادي وعليهم معلقة زيت، بس انا حبيت مية بصل، كنت بعمل وصفة تانية جنبها فاخدت يعني ايه صفيت مية البصل منها. عندي بقى باخد قطعة اللحمة المفرومة الكفتة، بروح جايه مصبعاهم على عصيان الشيش طاووق ب4 عصيان كده لو العصيان رفيعة زي دي. وممكن المسن بتاع السكاكين تصبعها عليها معلقه بالمعلقه بايد المعلقه وتصبعي، يعني ما توقفيش نفسك على حاجه يعني. وببل ايدي كده في ميه البصل، وبحطها على الكفته، واعمل منها اشكال كده زي ما انتم شايفين بصوابعي كده. دهن انا الصينيه معلقه زيت، ممكن لو معلقه سمنه معلقه زبده المتاح عندك ادهني بيه وما تقفيش على حاجه. بعملها بالشكل ده، وتكون كويس مقفلينها كويس على العصيان عشان ما تفكش مننا. بعملها بالشكل ده زي ما انتم شايفينها كده حبايبي، وبعملها لغايه ما بنخلص الكميه بتاعتنا كلها. اهم حاجه علشان الكفته ما تفكش معاكي انك تعجنيها كويس، تتعجن كويس. لو ما عندكيش كبه بايديك عادي، انا عجناها بايدي عادي مش بالكبه عشان اوريها لكم بس، يعني مش لازم، مش هنقف على حاجه ونقول لا ما فيش كبه مش هنعمل. وتخلي الجزار يفرمها لك مرتين، يعني اللحمه المفرومه وانت بتجيبها يفرمها لك مرتين كده. انا صبحت كل الكميه معايا. عندي الفرن بتاعي سخن بقى، بدخلها النار تكون سخنه عشان ما تكشش معايا، يعني طبعا مش هتكش. انا ما حطيتش بيكنج باودر على فكره، لو انتوا حابين تحطوا بيكنج باودر طلع معايا طريه وزي الفل وهشه من جوه وتحفه، وطعمها كان تحفه. حطيتها على نار عاليه. في الاول حطيتها كده على الصاجه على الارضيه بتاعه الفرن من تحت، وبعد كده طلعتها على الشوايه عشان تتحمر. انا ما شغلتش الشوايه من فوق عشان تتحمر فوق وتحت. انا من غير ما اشغل الشوايه، سخونيه الفرن هي اللي عملت له اللون بتاعه وطلعت له لونها جميل من غير ما اشغل الشوايه. بعد ما خدت تيجي 5 دقايق ولا 10 دقايق في الارضيه، طلعتها فوق بقى ايه على الشبكه. ودي كان شكلها تحفه وجميله وطريه وجوسي كده، طريه خالص، ما صفناش منها ميه البصل بتاعتها، وطلعت تحفه جميله والله. وكفايه كان طعمها وريحتها. وبرده ما عملتش فحمايه، كنا مستعجلين وكده، فانت ممكن تجيبي فحمايه وتعمليها فيها وتولعها على النار وتسيبيها تغطي عليها بعد ما تحطيها في ورق فويل او في ورقه بصل بتبقى صحيه، مش الورقه الخارجيه، يعني الورقه اللي بتبقى لجوه كده شويه، وتروحي جايه حطاها وحاطه عليها شويه سمنه كده صغيرين. عندي بقى عملت مكرونه، عملت بصله ودي طماطم كنا مصلصينها مع بعض، الصلصه اللي كنا عاملينها مع بعض.
بطلع منها لو ما فيش طماطم وبنعمل منها الاكل. وهي تعتبر متسبكه. عند الميه بتاعه المكرونه بسلقها في ملح وزيت، وتكون الميه كتيره شويه عن المكرونه عشان ما تعجنش معانا. عندي بقى المعلقه دي اللي بيخلي ريحه المكرونه تحفه وطعمها تحفه. معلقه من الفلفل والثوم والبصل، كنت فرماهم برضك مع الكفته واخده منهم معلقه كده، بخليها طعمها جميل. وحطيت التوابل بتاعتي، انا ما بحطش الا ملح وفلفل بس في المكرونه. عند الميه اهي، ونزلت بالمكرونه. انا اسمها 2 لو انت حابه تسيبيها زي ما هي، بس عشان في اطفال ما بيعرفوش ياكلوها كده طويله، فبقسمها 2 يعني. بسيبها تغلي، ما بغليهاش، ما بسويهاش قوي في قلب الميه، بكمل سواها في قلب صلصه المكرونه عشان تطعم كده من الصلصه. وبقلبها كويس. لو حابه انت تحطي صلصه من الجاهزه، لو انت مش عندك يعني الصلصه دي، بس الصلصه اللي احنا بنعملها بتبقى جميله ومتسبكه كويس ومن غير اضافات والكلام ده. عندي بقى خلصت الاكل، كنا عملنا بطاطس وسلطه وجرجير والمكرونه والكفته. عايزاكم تجربوا الكفته بالطريقه دي، والله العظيم طعمها تحفه، هتعجبكم جدا وهتعتمدوها على طول. حاجه كده طريه وحاجه في منتهى الجمال، وهتعجب كمان ضيوفكم. وبنص كيلو ممكن تعملي كميه كبيره وكميه اقتصاديه حلوه. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك.